بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. عيد سعيد عليكم وانتوا فرحانين وسعداء ومتهنيين ودايما دايما متجمعين يا رب، ما ينقصش منكم عزيز ولا غالي. عيد يعني حاجة حلوة، عيد كبير عيد صغير، اعملي الحاجة اللي تفرح بيتك وولادك واللي انت تكوني عاملاها وانت فرحانة وسعيدة. بيتك هو مملكتك، هو عالم بتاعك الصغير، انت رئيسة الكوكب اللي انت عايشة فيه. دايما اعملي حاجات حلوه، ذكريات حلوه عشان تعيشوا على ذكراها. حتى لما انت تكبري او بناتك يكبروا او ولادك يكبروا تفضلوا تتجمعوا وتحكوا في اللي كان بيحصل وهم صغيرين. حبيت اشارك معاكم شويه المشتريات والحاجات اللي انا هعملها. ده بسكوت، مش لازم العيد الصغير بس، بيبقى حلو قوي للفطار، بيبقى حلو قوي للنقنقه كده بالليل. تشربي كوبايه شاي، تشربي كوبايه شاي بحليب، اي حاجه. المهم انا بحب اعمله عشان الفطار، حاجه سريعه كده حابين ياكلوها يعني، تبقى في البيت صراحه بتكون منجزه. ده بسكوت برتقال. انا جبت 2 كيلو دقيق، 2 كيلو ونص من الدقيق، وجبت كيلو ربع سمنه وكيلو سكر واتنين باكت بيكنج باودر، وديتهم الفرن وهم خبزوه وجالي متغلف كده، بس انا اشتريت العلبه اللي هحفظه فيها. واهم حاجه عشان البسكوت يفضل معاكي فتره طويله ويقعد معاكي كذا شهر، هو مقرمش ما يحصلوش حاجه خالص، ان انت تكوني حافظاه في الكيس بالطريقه دي. تمام كده. طيب انا بودي ليه السمن والدقيق الفرن وادفع بس عليه مصنعيه بس، بيديني كميه كبيره، ما بشتريش بالكيلو، لان الكيلو الدقيق بيعمل كيلو ونص من البسكوت. فانا حبيت اعمله يبقى عندي كحاجه حلوه ناكلها، حد يجي لي اقدمه، يعني حاجه حلوه، مش لازم بقى كعك وبيتي فور واحنا عملنا العيد اللي فات، لا حلو قوي البسكوت. تمام كده. دي كانت اول حاجه معانا. والتسالي والفول السوداني، الكيلو بتاعه عامل 80 جنيه. برضه هنحمصه مع بعض ان شاء الله باذن الله. يا رب ربنا ما يجيبش حاجه وحشه ابدا، وتكونوا فرحانين وسعداء ومتهنيين. ربنا يرزقكم من حيث لا تدروا ولا تحتسبوا، بالرزق الكتير يا رب. السوداني اهو عشان خاطر برضه التسالي والصيف والسهر والقعده، والحمد لله ربنا اكرمنا وخلصنا الامتحانات على خير، ربنا يفرحنا بنجاحهم يا رب. ادي السوداني. وجبنا لهم كمان شويه شوكولاتات، يعني جبت كيلو من البسكوته دي، كيلو بتاعها عامل 200 جنيه، وجبت كيلو من الشوكولاته متشكله، الكيلو بتاعها عامل 280 جنيه. فيينا على كوفرتينا، يعني بصوا شكلتها حاجه حلوه عشان قرايبك وحبايبك اللي بيجي يعيدوا عليكم، مش للناس، ليكي انت ولبيتك وولادك ولزوجك، تبقى في حاجات حلوه، وشويه بونبوني على شويه جيلي على شويه توفي، حاجات حلوه كده عشان فرحه العيد. طبعا كل الكلام ده هنرصه مع بعض في ضيافه العيد باذن واحد احد يا رب. والحاجات الحلوه كمان، اول مره اجيب الفنكوش صراحه، فقلت اجيبه عشان اعمله برده كسناكس كده حلو واحنا قاعدين وسهرانين وايام العيد، واعمل لهم حاجات حلوه كمان نعوضهم عن التعب والمجهود اللي هم تعبوه ايام الامتحانات. جبت لهم ده، اللهم صل على سيدنا محمد، ده نص كيلو ب 30 جنيه، ده سعر الكيلو 60 جنيه. وجبت نص كيلو من الحمص، الكيلو بتاعه عامل 60 جنيه، يعني دول عاملين 30 جنيه. والترمس طبعا انتوا عارفين ان هو غالي من العيد اللي فات، انا جايبه الكيلو عامل 70 جنيه، ده كيلو وده نص، قلت هعملهم هيبقوا حلوين قوي مع شويه الحاجات التانيه اللي انا عاملاها. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. انا بقى نجيب حاجه حلوه للتقديم، نفرح ونفرح البيت، واهم حاجه يا ست الكل انت اللي تفرحي، ربنا يسعدك دايما وتجيبي كل اللي نفسك فيه يا رب. دول كده جمعتهم يعني كطقم مع بعض، الحجم الصغير ده والحجم ده. طبعا في اشكال كتير قوي في السوق، جيبي اللي نفسك فيه حسب ذوقك، حسب ما الحاجه اللي انت بتحبيها. بصوا العلبه الكبيره دي هفتحها لكم برده، ومنها العلبه الصغيره، فجبت 2. بصوا اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. حطوا لايك للفيديو وكومنتات حلوه، وشاركوني كده رايكم وقولوا لي ايه رايكم في المشتريات اللي احنا جبناها النهارده. بصوا العلبه ان شاء الله اللهم بارك يا رب، متقسمه جوه، تحطي شوكولاتات تسالي على حسب ما انت عايزه واللي نفسك فيه. ودي بقى بتركب هنا كده، يبقى هنركبها بقى. وادي كمان القطعه الصغيره منها، شوفوا ما شاء الله ولا قوه الا بالله.
صلوا على النبي الغالي وحطوا لي كومنتات حلوه زي قلوبكم، ولو لسه ما اشتركتيش معايا في القناه اشتركي، هيديها شرف ونور وبركه بوجودك معانا. بصي دي كمان كده، دي بقى مش متقسمه مفتوحه، يعني اللي ترمس للسوداني انا جبت منها 2، ودي نفس القطعه برضو اللي بتركب هنا. ادي القطعه كمان اهي. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله. وادي كمان كيس المارشميلو، الكيس ده عامل 60 جنيه، فيه 24 قطعه، حلو قوي، جربناه قبل كده طعمه تحفه. لان عايزه اعمل معاكم التوزيعات، نوزع شويه توزيعات، وكمان لو بيجيلك زيارات ومع اهلك بيبقى اطفال صغيره هنعمل افكار حلوه قوي عشان نقدم لهم العيديه، او مش شرط العيديه خالص، مش لازم فلوس، حلويات مع شوكولاتات مع المارشميلو مع البالونات، ونقدم لهم كده حاجه حلوه قوي في التقديمات او ضيافه العيد. نقدم توزيعات حلوه للاطفال، وكمان واحنا رايحين نصلي العيد نوزع على الاطفال في المسجد توزيعات حلوه ان شاء الله باذن الله يا رب. هشارككم معايا وانا بعملها. عيد يعني بالونات، عيد يعني بلالين، والبيت كله يكون فرحان والبيت كله يكون سعيد. هنعمل منها في البيت، هننفخ بقى كتير قوي في البيت، وكمان شويه هنشاركهم معانا في التوزيعات اللي هنقدمها. تمام. الكيس ده عامل 70 جنيه، فيه 100 بالونه. هنا بقى عشان التوزيعات فجبت الغطيان بتاعت الكوبايات دي. انا جبت الاثنين مع بعض ليه؟ ما انت ممكن تشتري الكوبايات دي لوحدها، انا جبتهم ليه؟ قلت عشان ايام العيد مش عايزه بقى مواعين وفرهده وتعب، للعصير بقى، للميه، للمشروبات، لاي حاجه من الحاجات دي. فدول 50 واحده ب50 غطا، عاملين 85 جنيه. الاثنين دول كده مع بعض عاملين 85 جنيه. وجبت كمان العمود ده من الكوبايات الورق، برضو هنشارك معانا، هنعملها في التوزيعات. وكمان من الغطيان دي برضو هنعمل الافكار دي مع بعض باذن الله. العمود ده عامل 45 جنيه. تمام. وكمان جبت لهم بقى الشفاطات دي، دي عامله 15 جنيه، حلوه برضو مع الكوبايات دي، اعمل لهم كوكتيل او عصير او حاجه، يعني فرحه العيد بقى والحاجات الحلوه اللي بتفرح الاطفال دي. فجبت معايا الشفاطات دي. وهنا الاكياس بتاعت التوزيعات برضو، لو انت حابه تعمليها للكبار، يعني اخواتك، صحابك، اي حد انت حابه ان انت توزعي كميه ما شاء الله كتير قوي، جايباهم دول ب 25 جنيه. هو الكيلو عامل 170، بتاخدي اي حاجه ان شاء الله ب 10 جنيه ب 15 جنيه، بيديكي على حسب ما انت عايزه، مش شرط انك تاخدي الكميه كلها. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا بقى شويه الحاجات اللي انا جبتها لنفسي، او مش لنفسي، يعني الحاجات اللي انا بحبها. بصوا طبعا العيد يعني الخله دي انا مش فاكره ثمنها كام، بس ما بتكونش غاليه طبعا. خله السنان دي حلو قوي في البيت، يعني عشان اللحمه والكلام ده كله. وجبت قص المعطر دي مكه، معطر متعدد الاستخدامات، عشان احطها عندي في التكييف اللي هو الصحراوي، بتدي ريحه حلوه قوي، وكمان بعد المسح. تمام. دي كانت حوالي ب20 جنيه. بصوا بقى معايا الشمع ده، انا بعشق الشموع، بحبها قوي 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 اكتر مما تتخيلوا. فلقيتهم كده في معرض عندنا فحبيتهم خالص. جبت 2 من النقشه دي علب صاج، ودي كده في الاشكال بتاعتهم دي تقريبا صيني او مش فاكره يعني الخامه بتاعتهم ايه. بصوا الشموع طبعا كل واحده ليها، دي شموع معطره، يعني بتيجي تشغليها بتبقى ريحتها حلوه وخطير فواحه. بصوا اول ما فتحتها اصلا ريحتها خطيره. اي قطعه من دول ب50 جنيه. بصوا جبت 4 عشان نحطها برضو في التزيينه او في ضيافه العيد كده يبقى شكل حلو. بصوا دي معدن، يعني بعد لما تخلص ممكن نجيب شمع مع اي زيت عطري ونحطها فيها ونستخدمها تاني. تمام. جبت 2 من دول و2 من دول، نقشات مختلفه حلوه قوي قوي دي، ودول شكلهم خطير. والصينيه دي عجبتني، رسمتها مبهجه وحلوه كده ب25 جنيه، قلت اجيبها مش هتخسر يعني، حلوه. بصوا ادي الشموع بتاعتنا، اللهم صل على سيدنا محمد. ودي كانت المشتريات بتاعتي، حلوه ومبسوطه وفرحانه وسعيده قوي 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 ان ربنا عني وقدرني وان احنا جبنا الحاجات دي.
الواحد بيكون فرحان وسعيد ان هو بيدخل البهجه والفرحه على بيته وعلى اولاده. افرحوا حتى لو بالحاجه القليله، لو هجيب من كل حاجه ربع كيلو وسعي على اولادك ربنا هيوسع عليكي، اسعديهم ربنا هيسعدك، ما تستخسريش فيهم، محدش ضامن عمره. يعني زي ما بنقول في المثل كده، احييني النهارده وموتني بكره. سيبي كل حاجه على ربنا وعيشي اللحظه اللي انت فيها، سيبي بكره لبكره، خليكي في اللحظه اللي انت فيها. فرحي بيتك، فرحي ولادك، جيبي اللي نفسك فيه، ومش شرط تجيبيهم كلهم مره واحده. والله انا ما جبت الحاجات ديت مره واحده، انا جبتها على مراحل وجمعتها وقلت اعملها لكم في فيديو واحد. كل واحده فينا بتبقى عندها اصرار وعزيمه وامل ونفسها تعمل حاجات كتيره قوي تجيب لاولادها كل الدنيا واللي فيها، بس كل واحد على حسب مقدرته وعلى حسب امكانياته. هستنى طبعا رايكم في الكومنتات وتقولوا لكم ايه رايكم، وتقولوا لي ايه رايكم في المشتريات بتاعتي، وفي حاجه ناقصه او لا او كده تمام. واستنوا ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض التوزيعات بطريقه حلوه قوي 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 تعجبك، وكمان طريقه تكون مبسطه مش مكلفه. بحبكم في الله، ويا رب يا رب تحطي لي كومنت كده حلو زيك على الفيديو، وكمان لايك، وكمان تشتركي لو مشتركتيش. بحبكم في الله، وكل سنه وانتم طيبين، ويجي عليكم العيد وانتم في اتم صحه واحسن حال وراحه بال، ومع الف سلامه.